تخيل معايا كده شركة من أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم وهي أودي تصنع عربية نسخة واحدة بس مش إنتاجية خالص لشخص واحد بس هو اللي يسوقها. طب وليه نقعد نتخيل طالما الكلام ده حصل بالفعل على أرض الواقع؟ شركة أودي العلامة المميزة جدا في عالم السيارات صنعت عربية نسخة واحدة بس لشخص غني عن التعريف طبعا وهو كين بلوك. ولو انت لسه مش اخد بالك احنا بنتكلم عن ايه، فاحنا بنتكلم عن شركة عريقة جدا في عالم السيارات وشخص يعتبر الاشهر على الاطلاق في رياضة الدريفت. في الفيديو ده انا مش هكلمك عن اي حاجه غير الوحش الكهرباء ال 1400 حصان اللي غير لي انا شخصيا رؤيتي للعربيات الكهرباء. وفي فيديو جاي ان شاء الله هكلمك عن رحله صناعه الوحش ده من الالف للياء، فتاكد انك تكون عامل سبسكرايب للقناه علشان يوصلك الفيديو اللي جاي، وما يضرش لو عملت لايك للفيديو ده. عربيه الهوني ترون صاحبه ال 1400 حصان اللي مستوحى تصميمها من عربيه اودي لسباقات الرالي في منتصف الثمانينات الاس 1. الاس 1 كانت من العربيات المميزه جدا في الشكل بالجناح الامامي اللي كان اكبر من الجناح الخلفي، وده اللي هم طبقوه بالفعل على نسخه الهوني ترون. الشاسيه طبعا كان مصنوع بالكامل من الكربون فايبر، وده طبيعي من خفه الوزن اللي هيخليك تحس ان العربيه طايره حرفيا. تصميم العربيه دي اخد منهم حوالي 4 اسابيع والانتاج اخد حوالي 6 شهور، يعني خلال 7 شهور بس النسخه دي كانت جاهزه لكين بلوك يطلع يدرفد بيها في الشارع. العربيه دي بتنزل باتنين موتور كهرباء واحد على كل محور وبيطلعوا اجمالي 1400 حصان، وكين بلوك قال عنها ان العزم اللحظي في محركات الكهرباء ما يتقارنش بغيره. وبس كده انا خلصت. هستنى سؤالك في الكومنتات عن اي حاجه تخص العربيه دي علشان نجاوب عليها في الفيديو اللي جاي.